قبل ما نبدأ السيناريو بتاعنا عايز اقول لكم ان راجع لكم بسيناريو جامد جدا وخطير مليان بالاكشن والدراما والرومانسية وكل اللي انت عايزه يا كبير. فيلم هندي جديد انتاج 2025، فبطلب من حضراتكم تفضلوا معانا للنهاية لانها احسن من البداية بكتير. وقبل ما نبدأ فيلمنا عايزكم تصلوا على النبي لان ده اهم حاجة عندنا، ويلا بينا نبدأ. والسيناريو بيبدأ مع بنت اسمها بوجي وهي قاعدة في محطة القطر وسط المطر وبتعيط وبتفتكر حبيبها اللي كان في البحر وشكله مات. وبيجي والدها وبياخدها وبتقعد تفتكر أجمل لحظات حياتهم سوا، وبتقعد في المنارة اللي كانوا دايما بيقعدوا فيها. وفي يوم قالت لوالدها إنها لازم تتجوز، فبيقول لها أنت فاهمة أنت بتقولي إيه؟ فبتقول له أنت عارفني مش باخد قرار غير لما أكون متأكدة منه. وفي يوم بيجي عريس اسمه كالي وبيكون شغال في مصلحة الضرايب، وأول ما بيشوف العروسة بينخض من جمالها وبيقول لهم أنتوا أكيد ضغطتوا عليها علشان توافق عليا، لأن مفيش واحدة بالجمال ده تحب واحد زيي. وبيفضلوا يتكلموا وبيتفقوا على تكاليف الفرح وهيبقى امتى وفين. وفي يوم بتروح المعبد وهو بيجي لها فبتقول له قبل ما نتجوز انا عايز اعترف لك بحاجه وعايزاك تسمعني كويس جدا. فبيقول لها اتفضلي انا سامعك. فبتقول له راجو. فبيقول لها مش فاهم. فبتعرفوا ان بسبب الحياه الغاليه الرجاله بتوعهم بيسافروا من قريتهم لبناء غدرات، وده علشان يصطادوا، وبيفضلوا قاعدين في البحر 9 شهور وبينزلوا اجازه 3 شهور، وكل ده علشان يوفروا فلوس ويقدروا يعيشوا بيها. وفي يوم وهم في البحر بيجي عليهم القراصنه والمفروض انهم هياخدوا منهم السمك اللي معاهم، وساعتها بنشوف البطل راجو وهو بيحاول يتواصل مع حبيبته بوجي، بس طبعا ما فيش شبكه في قلب البحر لحد لما الشبكه بتوصل وهي بتجري علشان تعرف تتكلم معاه. بس بيوصلوا القراصنه وبيحاولوا يتفاوضوا معاهم فبيزعقوا لهم وبياخدوا منهم السمك، بس ما يعرفوش انهم جم لقدرهم. وبينزل لهم راجو اللي الحيتان منه بيخافوا وبيشقلب فيهم وفضل يديهم لحد ما طلع عينيهم. وبعدها بيخلص عليهم بيوصلوا ميناء غقراط، وده علشان ينزلوا السمك. وهناك بيكلم حبيبه القلب اللي بتكون زعلانه لانها بقالها 3 شهور ما سمعتش صوته، وبيكونوا بيحبوا بعض جدا. وطول ما الشبكه موجوده بيفضلوا يكلموا بعض مش عارف جايب الرصيد ده كله منين. وفي يوم وهي قاعده مع والده راجو بتقول لها يا بنت لازم تاكلي لحوم، حرام عليك اللي بتعمليه في نفسك ده. وبنعرف ان طول ما خطيبها بعيد عنها مش بتاكل لحوم غير لما هو يجي. ورئيس المينا بيدي للمعلم رام مرتبات للصيادين وبتكون كالعاده ناقصه، وبيكون مش عارف هيعمل ايه. واخيرا بيوصلوا قريه ماتشي وراجو بيبص على المناره وبياخد بعضه وبيفضل يجري، وبيوصل عند حبيبته وبياخدها وبيطلعوا جري على المناره وبيفك الرايه، وبيكون وحشته جدا جدا. وبيفضلوا يخرجوا ويتفسحوا وبيكونوا مبسوطين مع بعض اخر انبساط. وبنعرف ان ابو راجو كان قائد الصيادين في القريه، ودايما كان مقتنع ان الستات مكانهم البيت والراجل هو اللي يشتغل ويصرف على بيته، وان الست هي الورده بتاعه البيت ووجودها فيه بتنوره وبتجيب له البركه. وابنه كان بيعمل زيه ودايما بيوزع فلوس على كل ستات القريه. وفي يوم بيجي رام وهو متضايق فبيقول له راجو في ايه؟ فبيعرفوا ان الحكومه ادت الاذن للمقاول انه يشتغل في استخراج الرمل علشان التعدين، وده بعد ما اداهم رشوه، وبكده مش هيعرفوا يصطادوا ولا هيعيشوا. ولما حاول يستسمحوا زعق له وقال له انهم مجرد عبيد عنده واخرهم ياخدوا منه فلوس علشان يقدروا يعيشوا، غير كده ملهمش حاجه عنده يا اما هيخلص عليهم، وده لانهم مش قده. بس الكلام ده ما ينفعش مع البطل بتاعنا اللي بيديله رجل بيلزقه في اللودر وبيقول لعمه ريح انت شويه، وبالكف بيشقلب ومحدش بيبقى قادر عليه، وبيكون عنيف وقوي جدا. وواحد بيخبط البقره بالغلط فبيتضايق وبيديله بنيه بيخلص عليه وبيقول لها معلش يا ماما معلش يا حبيبتي. وبعدها بيخلص عليهم بيعرفهم ان الميه دي بالنسبه لهم حياه او موت لانهم بيشربوا منها ورزقهم فيها، واللي بيعملوه ده بيدمر حياه قريتهم بالكامل وهو مش هيسمح بده. وفعلا بيمشوا من المكان وعمو رام بيعرف اهل القريه من هنا ورايح راجو هو القائد بتاعهم، وبيفضلوا يحتفلوا بالمناسبه السعيده دي. وفي يوم عيد ميلاد بنت شاندرا ابوها كان جاي يلعب معاها وجايب لها هديه، بس شاندرا بتزعق له فبتقول لها يا بوجي حرام عليكي. ابوها بينزل 3 شهور اجازه وبيسافر، فبتقول لها ما هي دي المشكله لانها بتتعلق بيه في خلال ال3 شهور دول وبتفضل تعيط وحالتها النفسيه بتبقى وحشه لما بيسافر. وبتعرفها انها مصيرها تتجوز حبيبها وتجرب الاحساس اللي هي عايشه فيه. بعد كده بتروح بوجي تقعد مع حبيبها وبتكون دي اخر ليله وهيسافر بكره. وتاني يوم بيروح راجو يعلق الرايه على المناره، وبنعرف ان طول ما الرايه دي مرفوعه يبقى هو مش موجود، وبيبداوا في الرحله الجديده. بس المره دي راجو هو قائد الرحله وبيرن على والدته بيودعها وبيكلم حبيبته وبيطلب منها تفضل معاه على الخط لحد ما الاشاره تروح، وبيعرفها انه بيحبها ومش هيقدر يعيش بعيد عنها وانه عايز يكمل حياته معاها. بس للاسف الخط بيفصل بسبب الشبكه. وفي يوم شاندرا بتجيلها مكالمه وجوزها بيكون مات، وده بعد ما عاصفه خبطت المركب بتاعتهم وهم شغالين. وبوجي بتعزيها ومش عارفه تقول لها ايه، وبتقعد مع نفسها وبتفضل تفكر وبتكون خايفه على حبيبها لدرجه انها بتتخيل ان هو اللي مات. وفي يوم ابوها بيصحى من النوم بيلاقيها قاعده جنبه فبيقول لها مالك؟ فبتقول له هو انت ليه شغال في صناعه الشبك ومش شغال صياد؟ فبيعرفها انه كان شغال صياد مع والد راجو وانهم كانوا اصحاب جدا، بس في يوم رجع من رحله الصيد وعرف ان
مراته ماتت بسبب سكتة قلبية ومعرفش يودعها، وعلشان كده خاف يشتغل في الصيد مرة تانية، وده علشان يفضل قاعد جنبها لأن هي اللي باقياله. وبيعرفها إن نفسه تتجوز راجو بس هي اللي في إيديها القرار. وبتعدي الأيام وبوجي مستنية حبيبها، وأخيرا بيرن عليها فبتقول له أنت المفروض كنت ترن عليا من 6 أيام، ليه التأخير ده كله؟ فبيعرفها إنه بقى القائد وعليه مسؤوليات كتير، فبتطلب منه يجي لها بسرعة لأنه وحشها. ولما بيوصل بتروح عليه بسرعة وبيقول لها أنت إيه اللي مزعلك؟ فبتعرفه إنه جود شاندرا مات. فبيقول لها أنا عارف، وبيقول لها ما تقلقيش. وبيطلعوا يقعدوا على المنارة وبيعرفها إن رئيس المينا مش عايز يدفع لهم مرتبات 7 شهور، بس هي بتكون مش مهتمة بالكلام ده وبتكون خايفة عليه. وبتعدي الأيام وهي قافلة وشها وبتكون مش مبسوطة، وده لأنها عايزة تفتحه إنه ما يسافرش تاني. وفي يوم بتصارحه وبتطلب منه ما يسافرش تاني، فبيقول لها ما أقدرش أعمل كده، أنت عارفة إن دي مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، ولو قعدت من الشغل مش هنقدر نعيش ولا هنوفر أكلنا. فبتقول له أنت مش بتشوف حالته وأنت بعيد عني 9 شهور وما أعرفش عنك أي حاجة ولا قادرة أتواصل معاك. فبيقول لها أنت خايفة عليا من الموت، أنا عايز أعرفك إنك وأنت نايمة على سريرك الموت هيجيلك، فمالوش علاقة أنا في البر أو في البحر، كده كده كلنا هنموت. فبتقول له أنا زهقت من العيشة دي ومش عايزاك تسافر وتبعد عني تاني. فبيقول لها خلاص اهدي، وبيوعدها إنه مش هيسيبها وهيفضل قاعد معاها. وبالليل أصحابه بيرنوا عليه علشان هيتقابلوا بكرة الساعة 7 الصبح في محطة القطر، وبيأكد عليهم وبيكون بيضحك على حبيبته. ولما بتصحى تاني يوم مش بتلاقيه جنبها وبتجري بسرعة على محطة القطر. وساعتها عمه رام كان جايب طفل صغير اسمه كيتو هيسافر معاهم، وده علشان يشتغل ويصرف على أسرته بعد وفاة والده. بس بتوصل بوجي وبتزعق له لأنه ضحك عليها ووعدها إنه مش هيسيبها، وبياخدها وبيقعدوا على جنب وبيعرفها إنه لما يجي من الرحلة دي هيتجوزوا على طول. وبيطلب منها إنها تسيبه يسافر عشان في أسر كتير متعلقة في رقبته، وبيطلب منها تقف معاه وتدعمه مش تقف ضده، بجانب إن هو بقى قائد القرية والصيادين. بس هي بتقول له الكلام ده مش فارق معايا، أنت هتقعد ولا هتسافر؟ فبيقول لها هسافر، والقطر بيتحرك وبيودعها وبيمشي. وبنشوف المشهد اللي شفناه في أول الفيلم وبنعرف إنه ما ماتش ولا حاجة. وبيفضل يرن عليها ومش بترد عليه، وبيرن على والدها علشان يكلمها بس برضه مش بترد عليه. وحماتها بتطلب منها تكلمه بس هي برضه بترفض، فبتفتح السبيكر وبيقول لها انت مش بترد عليا ليه؟ انا عملت ايه لده كله؟ وبيعرفها انه بيحبها والرحله دي اسوأ رحله طلعها في حياته لانه ما سمعش صوتها فيها. بس هي بتمشي وبتطلع المناره وبتفضل تعيط. وبنرجع بالحاضر وهي قاعده مع خطيبها وبتعرفه ان الحب دايما بيجي من الخوف والثقه، بس قصتها مع راجو الخوف استهلك كل حبهم. وبتطلب منه مش عايزه تعيش نفس الحياه دي، وبتطلب منه كمان قبل ما يتجوزوا وعايزه تقول لراجو 3 حاجات: انها ما خانتهوش، وتفهمه ليه مش عايزه تتجوزه، وانها ما عادتش بتفكر فيه. فبيقول لها وانا موافق وهستنى معاكي لحد ما تقولي له الكلام ده وبعدين نتجوز. وساعتها راجو كان في عرض البحر وفي عاصفه قويه جدا وقاعده تخبط في المراكب بتاعتهم ومش عارفين هيعملوا ايه. وفي وسط العاصفه دي الطفل كيتو بيقع من على المركب وكان خلاص هيموت، بس راجو كان عنده راي تاني وبيمسك الحبل وبيقدر يجيبه وبيرجعه المركب. والعاصفه كانت قويه جدا والموجه بتقلب مركب منهم، ورام بيقول لراجو بلاش يتهور وانهم كده خلاص ماتوا، بس بيصمم انه ينقذهم وبينط على المركب التاني بطريقه هنديه ولا اروع، وبيرموا الشنكل علشان يجيبوا المركب بس مش بيوصل. بس راجو يسكت ابدا، بينط في البحر وبيقدر انه ينقذ صاحبه وده طبعا قبل ما يغرق. وبعد كام يوم بتيجي رساله من راجو وبيعرفهم انه كان معاه 22 صياد على المركب واتقبض عليهم من القوات البحريه الباكستانيه وكانوا مفكرينهم ارهابيين، وعلشان كده المحكمه امرت بسجنهم مؤقت وده لحد ما يخلصوا التحريات عنهم، وودتهم سجن كراتشي. وبوجي بتفتكر اجمل ذكريات حياتها معاه وانهم كانوا بيحبوا بعض من هم لسه اطفال صغيرين. وفي السجن بيطلعوا المساجين وبيعملوا لهم حفله استقبال، وبيجي لهم شخص اسمه راكيم واللي بيكون زعيم السجن وبيقول لهم اهلا بكم في الجحيم، وبيأمرهم يديله التحيه وبيضطروا يوافقوا، وبيسالهم مين فيكم حافظ النشيد الوطني بتاع بلدكم؟ فكيتو بيقول له انا، فبيقول له شاطر يا حماده وخلاه يقول النشيد. فبيعمل حمام وبيستهزأ بيهم، وراجو بيفقد اعصابه كانوا لسه يتخانقوا، فبيتدخل رئيس السجن وبيكون طبعا واقف في صف راكيم لانه ابن بلده، وبعدها بيفض بينهم بيدخلهم المكتب وبيعرفهم انهم مش في بلدهم ويقدروا يخلصوا عليهم عادي وده حاجه مش صعبه عليهم، وبيأمرهم يخلوهم في حالهم يا اما العقاب مش هيستحملوه. ولما بيسأل راجو انت مين؟ رام بيقول له ده القائد بتاعنا، وبوجي كان معاها رساله من حبيبها وكان حاططها في وسط الرساله وبيقول لها فيها انه كان لازم كل دقيقه يشوف صورتها على تليفونه، بس لما اخدوا التليفونات منهم ما عادش قادر يشوفها بس صورتها مرسومه في خياله. ولما بتدخل جوه خطيبها بيكون جوه بيطلب من ابوها انهم يأجلوا الفرح شويه وبيضحك عليه وبيقول له خليها بعد موسم الرز ما يخلص، وبيعمل كده علشان هو اتفق مع خطيبته انه مش هيتجوزوا غير لما بوجي تكلم راجو. وواحد بيصور عائلات المساجين وبوجي بتقف معاهم وحبيبها بتوصل له صورتها وبيفضلوا يكتبوا لهم رسائل، وواحد بيقول لراجو حبيبه القلب ما كتبتلكش اي حاجه، ولما بيمسك الرساله بيلاقي دمعتها على الورقه وبتكون لسه ما نشفتش يا سبحان الله. وبالليل بيسالوا على كيتو بس مش بيلاقوه، ولما بيدوروا عليه بيلاقوه بينزف وبيكون راكيم واللي معاه هم اللي عملوا فيه كده، وكان
الراجل لسه هيكسر دماغهم بس بيندهوا عليه، والستات بتروح عند المحافظ علشان يعرفوا المستجدات، بيعرفهم ان بعد التماسهم للحكومه المركزيه دلوقتي بقى موجود عند وزيره الخارجيه سوشيال، ولما بيطلعوا بره بيفضلوا يتكلموا على الحياه الصعبه اللي هم عايشينها، وده لان مش متوفر معاهم فلوس. وطبعا بعد ما الرجاله بتوعهم اتسجنوا والبقال مش بيرضى يدي لشاندرا حاجات لانها مش معاها فلوس، وصاحب الشقه كان هيطرد واحده لانها ما دفعتش الايجار، وكل ده وبوجي مش عارفه هتعمل ايه، فبتكلم خطيبها وبيطلعوا على ميناء غكرات، وده علشان تجيب مرتبات السبع شهور المتاخرين بتوع رجالتهم. ولما بتطلب من رئيس الميناء بيرفض وبيقول لها مفيش فلوس واللي عندك اعمليه، فبتنزل تقعد قدام المكتب بتاعه لحد ما تاخد فلوسها. وفي يوم واحد من الصيادين بيقول لها اللي انت بتعمليه ده مش هيوصلك لحاجه، فبتقول له احنا السبب، احنا اللي مخليين واحد زي ده قاعد في مكتب وانتوا الكل في الكل هنا، ولازم نحط ايدينا في ايدين بعض علشان ناخد حقنا من الاشكال اللي زي دي. وكل الصيادين بيقفوا معاها وبيوقفوا شغله، فبيضطر انه يديلها الفلوس علشان كده حياته هتتدمر. واللي هي عملته ده انتشر في كل الصحف وقنوات التلفزيون، وبتوزع الفلوس على اهل القريه، واصحاب راجو بيعرفوه ان معاهم قائد في السجن وفي قائده هناك في القريه، وهو بيكون فخور بيها. وبيروح المحافظ يتكلم مع الوزيره وبتعرفه انها تعمل المستحيل علشان ترجعهم. وموظف من مكتب الوزيره بيعرف بوجي ان ال 22 صياد هيفرجوا عنهم يوم 15 اغسطس، وهم بيطيروا من الفرحه وبيفضلوا يرقصوا ويهيصوا لانهم مش مصدقين اخيرا ان هم هيخرجوا بعد ما كانوا مفكرين ان هيكملوا بقيه حياتهم هنا. وبالليل شاندرا بتقول لبوجي انت ما كنتيش بتاكل لحوم ولا اسماك علشان حبيبك بيكون مسافر، انما دلوقتي مش بتاكلهم ليه؟ فبتقول لها لا باكلهم عادي، فبتقول لها انت كدابه ولسه بتحبيه، فبتاخد منها الطبق وبتخلصه كله. بس طبعا كل ده بيكون من ورا قلبها. وعيله كالي بيتفقوا مع والد بوجي ان الفرح هيكون 2 سبتمبر، وده انسب وقت زي ما الكاهن قال لهم. والدعوه بتوصل عند رام وبيرفض انه يوريها الراجو، وده علشان ممكن يعمل في نفسه حاجه. وفي المحكمه القاضي بيفرج عن ال 22 صياد، بس فجاه بيشوفوا اخبار وبيتراجعوا عن الحكم، وبنعرف ان الهند لغت الماده 370 من الدستور، وبكده الصراع هيزيد على كشمير بين الهنود والباكستانيين من جديد. وعند بعند بقى رفضوا انهم يفرجوا عن المساجين، وفي طريقهم للسجن من تاني بتحصل حاله فوضى، ولما واحد بيشوف الوشم اللي على ايديهم بيعرف انهم هنود وبيهجموا عليهم وبيكسروا الاتوبيس، بس بيطلع راجو واللي معاه وبيدافعوا عن نفسهم وبيقدروا انهم يهربوا منهم. وبالليل بيرجعوا لسجن كراتشي من تاني وبيعرفوا رئيسه ان ملهمش ملجأ غير هنا. ويوم 6 اغسطس في نيو دلهي بوجي بتتكلم مع مساعد الوزيره، وده علشان تكلمها، فبيعرفها انها ماتت. فبتكلم المحافظ فبيعرفها ان القرار اللي اصدرته وزيره الخارجيه اتلغى، وان الامر دلوقتي في ايد بنتها بنسوري، فبتقرر تسافر لها نيو دلهي هي وخطيبها. واثناء هما في القطر خطيبها بيقول لها ما تقلقيش وانا واثق ان كلهم هيرجعوا، وبيقول لها انا ممكن اقول لك يا بوجي. وبنعرف ان الاسم ده محدش بيندهها بيه غير حبيبها، وفي الاصل هو اللي طلعه عليها، وان اسمها الحقيقي ساتيا. وبيعرفها ان كمان كام يوم هيبقى جوزها، وده لو ما عندهاش مانع يعني. ولما بيوصلوا هناك بيشاوروا لها وهي خارجه بس مش بتعبرهم. ويوم 15 اغسطس راجو بيطلب من عمه انه يكتب رساله ويطمن فيها كل اهل القريه عنهم وانهم لسه بخير، وده علشان ما يلاقوش عليهم. وراكين بيجمع المساجين وبيعرفهم ان كشمير بتاعتهم غصب عنهم، وبيرسم علم الهند علشان يعملوا حمام عليه. فبيروح الطفل كيتو يجيب العلم بتاعهم وبيمشي بيه وسط السجن وبيعلقه وبيديله التحيه، فبيجي راكيم وهو متعصب وبيشيله، وكان لسه هيضرب الطفل فراجو بياخد الضربه. ولو هتقول الموضوع انتهى على كده هقول لك انت غلبان قوي يا عمنا. ومن هنا بتبدا المدعكه، وبينط على دماغه وبيشقلبه وبالعصايه بيفرتكه، واللي بيجي على سكته مش بيرحمه. وساعتها رام كان بيوصل الجواب بس بيرفضوا ياخدوه منه بسبب الخناقه اللي بتحصل في السجن. ولما العساكر بتحاول تمسكه بيفضل يجري منهم لحد ما بيشغل النار وبيحرق علم الهند، وده علشان محدش يسيء ليه. فبيجي رئيس السجن وبيقول له انت هتعمل لي فيها فتوه، وبيديله بالرجل وبيأمرهم انهم يحطوه في زنزانه انفرادي. وكل المساجين كانوا فخورين بيه. وبوجي كل يوم بتستنى بنت وزيره الخارجيه بس برضه مش بتقف لها، وواحد من العساكر بيكلمها علشان تكلم حبيبها بس بيرفض انه يكلمها، وقال لي يوم ما هخرج من هنا واول ما انزل من القطر همسك ايديها وهنفضل نجري لحد ما نوصل عند المناره ونشيل الرايه ونفضل نتكلم مع بعض بالساعات. وهي بتفضل تعيط لما بتسمع الكلام ده، واهل كالي بيكلموه بيعرفوه انهم لازم يجوا القريه دلوقتي، وده علشان خاطر مراسم الزفاف كمان 3 ايام. فبيقول لهم مش وقته. ولما بيعرف خطيبته بتقول له انا بكره هلبس فستان الفرح، وبتقف قدام الموكب بتاع بنسوري، والمره دي بتقف لها وبتطلب منها انها ترجع قريتها وتتجوز، وهي هتحاول تحل الموضوع ده. فبتعرفها ان فرحها كمان 3 ايام، وهي وعدت كل اهل القريه انها مش هتتجوز غير لما ال 22 صياد يرجعوا معاها. فبتعرفها ان صعب انها تنفذ لها طلب زي ده وانه مش بالسهوله دي. فبتقول لها انت عارفه اخر توقيع والدتك وقعته في حياتها كان ايه؟ كان امر الافراج لل 22 صياد. فبتتاثر بنتها وبتقول لها ما تقلقيش انا هخليهم يرجعوا معاكي. وبالليل بوجي بتقول لصاحبتها انا خايفه على راجل لما يشوفني مع واحد تاني غيره ومش عارفه ممكن يحصل له ايه، وفي نفس الوقت مش قادره اظلم كالي لانه انسان محترم ومتربي ودايما واقف في ظهره وما رفضليش طلب. وبجد انا محتاره ومش عارفه
فاعمل ايه في الحكايه دي؟ وبيجي يوم الافراج وبياخدوا حاجتهم وبتيجي لحظه التسليم وبيفضل ينده على اسم وبتقرر بوجي انها تمشي من المكان قبل ما راجو يطلع، وللاسف بيتبقى لاكشم ومش بيفرجوا عنه، ولما بيحاول يخرج بيوقفوه، وللاسف السفاره الهنديه بعتت 21 شخص بس وبيكونوا مش عارفين السبب، وراجو كان عايز يفضل معاه، ورئيس السجن بيعرفه انه كلها 7 ايام ويفرجوا عنه، وده بعد ما يحلوا المشكله، ولاكشمان بيطلب من راجو انه ياخد اللي معاه ويروحه لان هو السبب في ده، وده لانه ملوش اوراق اصلا في البلد ولا ليه بطاقه شخصيه، فبالنسبه لهم مش موجود اساسا، وجدته طلبت منه كتير يعمل له اوراق بس هو اللي كان بيرفض، وبيقول لها هو انا هحتاجه في ايه يعني؟ فبيقول له راجو انا مش همشي من هنا، وبيقعد مكانه، بس رب بيطلب من راجو يروح دلوقتي، فبيقول له انا مش همشي غير ومعايا صاحبي، فبيقول له انت الوحيد اللي لازم تمشي دلوقتي، فبيقول له في ايه يا عمي؟ فبيقول له حبيبتك فرحها بكره، فبيقول له انت كذاب الكلام ده مش حقيقي، ولما بيوريه دعوه الفرح بينصدم وبيكون مش مصدق وبيفضل يعيط وقلبه كان هيقف، وبينط عند لاكشمان وبيعرفهم انه كان عايز يروح علشان خاطر حبيبته ودلوقتي ملوش حد ومش هيمشي غير وهو في ايده صاحبه، فبيقول له رئيس السجن لو الساعه جت 12 بالليل مش هنقدر نفرج عنك ولا عنه، فبيقول له حتى لو هقعد هنا بقيت حياتي انا مش هسيب صاحبي، فبيعرفهم انه فعلا قائد زي ما بيقولوا عليه، وبقيه الصيادين بيقعدوا هم كمان، وموظفين السفاره الهنديه بيحاولوا يتصرفوا، وبعد مكالمات كتير بيطلعوا له بطاقه شخصيه، ولما بتوصل لهم الساعه بتكون عدت 12 وبكده مش هيقدروا يفرجوا عنه، فبيقول لهم رئيس السجن اكتبوا ميعاد الاستلام 11:55 دقيقه، والمساجين بيكونوا مش مصدقين، واخيرا كلهم هيخرجوا، ولما بتوصل بوجي البلد بيعرفوها ان فرحها كمان نص ساعه، فبيقول لهم كالي الفرح ده مش هيتم ولا ما ينفعش اخد بوجي من حبيبها وبوظ قصه الحب دي، وبيقول لها القرار ده انا واخده من زمان جدا بس قررت ان اساعدك لان ده كان بيحسسني بالفخر لانك تستحق المساعده، ولما بتبص على المناره بتلاقي الرايه متشاله، فبيقول لها كالي انه دفع ثمن التذكره لحبيبها وجه قبلنا، وبيعرفها انه مش زعلان ومش عايز حاجه بس لو تكرمت يعني عايز فلوس اللي صرفها في الرحله وتذكره الطيران بتاعت راجو، بس طبعا كان بيهزر، وبتفضل تجري وبتروح له هناك وبيقول لها ايه اللي جابك مش المفروض فرحك دلوقتي، فبتزعله وبتقول له انت من ساعه ما اتسجنت وانا مش بنام ورحت للمنى جبت حقك ورحت دلهي بدل المره مرتين وكنت بحارب الزمن علشان تخرج وفي الاخر تتكلم معايا كده، فبيقول لها كل حاجه انت عملتيها انا عارفها كويس وعارف كمان انت بتحبني زي ما انا بحبك وما نقدرش نستغنى عن بعض، ودي كانت نهايه السيناريو الجميل بتاعنا بس مش نهايه ملخصاتنا اكيد، ولو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد وشكرا.